يعني فاشلين ومفضوحين في نفس الوقت، مش مكشوفين على دمكم. وانتوا عايزين المنتخبات المصريه تبقى زي المنتخبات المغربيه، يبقى قابلوني. ان اتحادك اتحاد فاشل، اتحادك اتحاد عار، اتحادك مش عارف شغله، نايم في العسل. يعني اتحادك لحد الان مش عارف دونجا موقوف عن مباراه السوبر ولا لا. كل الفكره مش من حلاوه دونجا يعني وانه لاعب عالمي واحنا هنخاف منه ومفيش منه اتنين، لا والله ده لاعب على الله وما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. كل الفكره انك تبقى مسؤول عن كره بالكامل في مصر ومش عارف دونجا هيلعب مباراه السوبر ولا لا. فضيحه دي ولا مش فضيحه يا جدعان؟ عليهم ايهاب الكومي وفضحهم وريحهم في نفس الوقت. الخطاب اللي مبعوث لنادي الزمالك والخطاب مكتوب فيه ان دونجا هيغيب عن 4 مباريات عن السوبر المصري، بس زي ما احنا متعودين على طول خطابات نادي الزمالك بتستخبى عشان الزمالك يمشي والدنيا تبقى زي الفل، ويقولوا لك اصل النادي الاهلي هو اللي مسنود من الدوله. مين دلوقتي اللي مسنود؟ احنا الخطابات بتاعتنا بتستخبى في حاجه واحده فقط لا غير، في افريقيا. فاكرين لما بعتوا لنا خطاب من الكاف علشان بطوله افريقيا نستضيفها عندنا النهائي، واتحاد الكوره عمل ايه؟ خبى الجوابات، بيخبي الجوابات بتاعتنا اللي لمصلحتنا وبيخبي جوابات نادي الزمالك اللي هتضرهم. عايزين الكرة تتطور في مصر، يبقى قابلوني لو اتقدمنا خطوة لقدام. الناس كلها بتتقدم واحنا بنتأخر يا جدعان. كل يوم بيعدي ربنا بيفضحهم اكتر واكتر وبياخد حقك يا كهربا. والله امر الظلم ما هيدوم، وطول ما دول موجودين في اتحاد الكوره يبقى قابلوني لو شفتوا تطور في الكوره المصريه. واحد فاشل ومعلم في الفشل وماشيينه بفضيحه مرجعينه تاني ليه؟ الله يسامحكم، هتدمروا الكوره في مصر والله. بس كده، يلا سلام.